صباح الخير، ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة العيش الفينو بالطريقة البيتي. هنعمل مع بعض أقل مقدار. أنا عملت مقدارين يعني عجينة تانية، بس أنا هقولكم العجينة اللي هي عجبتني قوي، اللي هي يعني أنا مهتمية بيها شوية. حاطة فيها زبدة وحاطة فيها اللبن وحاطة فيها بيضة، فطلع العجينة هشة قوي ومخدومة كويس. شايفين الشكل بتاعه، والعجين من جوه عامل زي ما يكون كرواسون الحقيقة. تحس ان هو هش، وفي نفس الوقت الريحة بتاعت الزبدة طبعا مدية ريحة حلوة جدا فيه. أنا عملت أقل مقدار عشان أصوره لكم، اللي هو 3 كوبايات وربع تقريبا. هنبدأ مع بعض دلوقتي بالمقادير، بس لو أول مرة تشوفوني أنا فايزة عبد الله. يا ريت تدعموا القناة عشان توصل لأكبر عدد. معانا المقادير، معانا دول 3 كوبايات قلنا وربع من الدقيق، طبعا منخول. حطيت عليه يعني زي معلقه خل ابيض. وبعدين معايا نص كوبايه، دي كوبايات معياريه على فكره، كوبايه، نص كوبايه ميه فاتره. هديلكم برضو، هحط لكم المقادير في صندوق الوصف. حطيت عليها نص كوبايه سكر او ربع كوبايه سكر. السكر كتير شويه، بس هو العيش ده بيبقى فيه تسكيره شويه. هقلبهم كويس قوي. حطيت معلقه من الخميره. الميه دي فتره، انا اسفه نسيت اقول فتره شويه، ما تحطيش ميه سخنه عشان ما تبوظش الخميره. وبعدين قلبناها كويس قوي، وهنسيبها على جنب لغايه لما الخميره تبدا تعمل فوم كده. وبعدين هجيب معلقه من اللبن البودر، حطيتها على الدقيق وقلبتها، وحطيت ذره ملح. معايا دلوقتي الميه، شايفين الخميره عملت فوم. هحطها، وبعدين هحط عليها الزبده انا مسيحاها في الميكرويف. الزبده حوالي زي معلقه او ممكن 50 جرام. هحط عليها البيضه، والبيضه هحط عليها يعني الفانيليا، وهقلبها كويس. هحط اللبن برضو فاتر حوالي زي نص كوباية. هروح مقلباه كويس. حطيت الزبدة، انا ما كنتش حطيتها على فكرة. حطيت الزبدة، هقلب الخليط كده كويس. وبعدين هحط الدقيق اللي هو المنخول، قلنا عليه معلقة الخل وعليه ذرة الملح. هقلبهم كده كويس. وبعدين هبدأ كده ان انا اعجنهم. هنزل كده اللي في الاسباتولا، وهبدأ بايديا كده هلم كده العجينة كويس، لا يقل عن 10 دقايق عشان تخدمي العجينة كويس. انا الحقيقة كده الجلافز شوية هو مش عارفة ان انا اشوف السماكة بتاعت العجينة، فعلشان اخد راحتي في العجينة كويس انا هقلع كده الجوانتي واعجنها كويس كده. ما تحطيش دقيق علشان ما هتحس ان هي ملزقة، بس ما تحطيش دقيق علشان ما تنشفيش العجينة وتبدأ ان هي تبقى كبسة ما تخمرش كويس. فعلى قد ما تقدري انت، كل ما هتلمي العجينة هتبدأ ان هي تلم، هي هتدخل في بعضها. كل لما تعجني هتقعدي تفردي وتاخدي وتدي فيها بالشكل ده زي ما شايفينها كده. لو انت عندك العجان، انا مرضيتش احطها في العجان، قلت عشان تشوفوها وهي بتتعجن كويس. انا قلعت الجوانش عشان اكمل عجين فيها حوالي 10 دقايق. وبعدين هحط كده الزيت، هدهن بس الطبق. وبعدين هتلاقيها ملزقة شوية زي ما احنا شايفينها كده. هو ده كده كويس، بس هتفك برضو من ايديكي. هحط على الوش برضو دهنة زيت صغيرة بالشكل ده. شايفين العجينة ملساء ناعمة جدا ما شاء الله. هغطيها كده بالبلاستيك راب، وهسيبها حوالي ساعة او اقل من ساعة، مجرد ان هي تخمر. هتبقى حسب الجو عندك بقى في المطبخ او المكان اللي هي محطوطة فيه. هي اخدت معايا حوالي يعني اكتر من ساعة لما خمرت ما شاء الله. هضغط عليها كده بايديا، وبعدين هلمها اطلع منها يعني المها كده، اطلع منها الخمر كده، واروح حطاها على قدامي على الكونتر بالشكل ده. العجينة حلوة جدا. هتحس ان هي ملزقة شوية، بس برضو هتلمي كده بالشكل ده. هنبدأ
اقطع بالسكريبر على قد الرغيف اللي انت عايزاه. لو انت هتعملي باتيبان بقى، هتعملي رغيف فينو كبير، هعمل انا شويه حوالي يعني زي 60 جرام كده، 65 جرام. هيبقى بمجرد النظر كده انت هتبقي عارفه العجينه شكلها ايه. هتاخدي كل قطعة تلميها كده بإيديكي، وبعدين تحطيها يعني في كف الإيد كده زي ما أنا، وبعدين تكوري. هتقعدي تلفي بيها كده بالشكل ده. أنا مش عايزة أطول عليكم، انتوا هتحسوا إن أنا بتكلم شوية كتير، بس أنا عايزة أوصف لكم بالظبط. وبعدين كل حاجة، كل عجينة بتروح حطها على جنب وتغطيها بالبلاستيك راب أو ببلاستيك، يعني اي حاجه تضغط عشان العجينه ما تبقاش مكشوفه وتلاقيها نشفت من الوش. هرجع تاني اخد اول قطعه عجين كورتها واعملها بالمردانه كده او بالرولة بالشكل ده. بعد ما خلصتهم طبعا كلهم وبرضو متغطيين، هدوس عليها كده بايديا، وبعدين هدهن الاول دهنة زيت. لو انت حسيتي ان هي ما تحطيش برضو دقيق، يعني انا مصرة على كده. هو كده انا حاسه ان انا حطيت الزيت زياده، فهمسحه تاني عشان ما يبقاش فيه زيت كتير. زي ما شايفين كده انا بعملها كده بصوابعي، هفردها من الجناب بقى، من الجنب ومن فوق ومن يعني، بحيث ان انا اخليها تبقى الشكل بتاعها بيضاوي شويه، وابرم بقى كده يعني، او ان انا اعمل بالرولة بالشكل ده، بحيث ان تبقى كلها سوا واحد، ما تخليش جنب يعني مليان وجنب رقيق، عشان لما تلفي الرغيف يبقى مظبوط شكله. وبعدين هبدأ ألف كده بالشكل ده. شايفين أنا برمتها إزاي؟ وبعدين هقفل الحرف بتاعها كويس، وبعدين هقفل برضو من الجناب. معايا الصاج، يا اما هتحطي فيه آه، ورق زبدة او السيليكون، ولو حطيتي فيه على طول مش هيلزق. بس ما تدهنيش بالزيت، لان لو دهنتي بالزيت هيبقى العجينة هتجري فيه. فبالشكل ده زي ما انا عاملاها، هحط بقى الناحية اللي انا قافلاها تبقى من تحت عشان ما يفتحش. هبدأ هاخد واحدة تانية بنفس الشكل، هدوس كده بكف ايديا، وبعدين هبدأ بالرولة كده برضو باخدها من النص لفوق ومن النص لتحت ومن النص على الجنب. شايفين بالشكل ده؟ هي سهلة جدا جدا، يعني مفيش حاجة فيها أي صعوبة. برضو هبدأ أرولها بالشكل ده، برضو هلفها كده وأروح برماها كده للآخر. على فكرة يعني عايزة أقول حاجة، الخبيز ده تستمتعي بيه فعلا، وريحة الخبيز يعني جميلة في البيت. يعني هو سبحان الله، يعني بيقولوا ده رزق، يعني اللي أنا بسمعه يعني الخبيز ده حاجة حلوة جدا في البيت. هبدأ أكمل بقية القطع العجين اللي أنا مكوراها. ممكن واحدة كمان هعملها لكم برضو، بس أكيد عرفتوا الشكل بتاعها أو الطريقة بتاعتها بسيطة جدا. برضو عملنا واحدة تانية كده، واحدة تالتة بالشكل ده، هنرول لها كده برضو على طول. وبعدين باخدها برضو واروح حطها برضو في الصاج، وبعدين أعمل مسافة بين كل رغيف والتاني. شايفين انا بقفلها كويس برضو من تحت. بتعملي مسافة بين كل رغيف والتاني عشان لما يخمر ما يلزقش في بعضه. وبرضو بنقفل من الجنبين. بصوا بعد ما انا قبل ما اخلص كمان، انا كل ما بحط رغيف يعني لازم اغطي برضو بالنايلون كده، وبعدين انا بدهنه زي ما شايفين كده. انا بقول لكم ان انا بدهنه بالزيت عشان لما يخمر ما يلزقش، وبعدين لما اجي اشيله يلزق ويعمل العجينة، يقطع العجينة من فوق. اوكي بالشكل ده. انا هسيبه بقى حوالي ساعتين لا يقل عن كده عشان يخمر كويس. وبرده ما تزوديش قوي عشان ما تطلعيش ريحة الخميرة من العجين. انا كده سيبته حوالي ساعتين. معايا بقى يعني زي معلقتين لبن كده، انا بعمله بالفرشة. عايزة تدهني الوش بصفار بيض ادهني، عايزة تدهنيه تحطي كده يعني زبدة، يعني هو بس عشان يدي اللمعة للوش. شايفين بالشكل ده. عندي طبعا الفرن يكون ساخن ويكون على درجة حرارة 200، سواء البوتاجاز يعني اللي هو الغاز او الكهرباء.
شايفين شكله، وده رغيف برضو لزق من الحرف بتاعه. شايفين حلو جدا جدا، ريحته جميلة الحقيقة. بس في حاجة أنا ما طلعتش في الفيديو. أول ما طلعته وهو سخن على طول أنا دهنت على فكرة، أخدت كده قطعة زبدة ورحت دهنة بيها وش العيش كله، ورحت مغطياه بفوطة علشان يفضل طري. يا ريت الملحوظة دي، عشان أنا يعني الحقيقة هي ما جاتش في الفيديو، معرفش ازاي. بس شايفين طري قوي وهش جدا. شايفين القلب بتاعه حلو قوي. في اللي هو الغامقين شويه دول يمكن هتلاقوا كام رغيف غامقين. ده العجينه التانية ما كنتش عاملاه ما كنتش حاطه فيها بيضه، فيعني هو حلو، لكن انا ما عجبنيش زي الاخير ده. لكن هو المقدار تقريبا واحد، لكن ده يمكن احتمال بقى ان هو اتخدم كويس. وممكن تعمليه بالميه ما فيش مشكله، يعني من غير لبن برضو ما فيش مشكلة. بس هو اللبن البودر واللبن بيدي ريحة وطعم كويس. يا ريت تقولوا لي رأيكم في الكومنتات، وتقولوا لي لو محتاجين حاجة للمدارس، حاجة معينة تقولوا لي برضو عليها، وأنا هعملها لكم فورا. يا ريت تجربوه، وإلى اللقاء في فيديو جديد. باي باي.